للأسف الموضوع ده بقى محتاج وقفة. في دراسة بتقول إن راجل من ضمن 3 ستات بيتعرض للضرب، يعني 30% من الرجالة بيتضربوا، سواء من ستاتهم أو من أهلهم. يا ترى ليه كده؟ إيه اللي خلى الرجالة وصلت للحال ده؟ استرها على عبيدك يا رب. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم في برنامج أسرار شخصية. النهاردة حلقتنا مهمة جدا عن ضرب الرجالة والعنف ضد الرجالة. الرجالة أصلا نقصت، هيموتوا الباقيين؟ ما مش هينفع، لازم نشوف. ده الرجالة شحة والبنات كلها معنسة، والناس مش لاقية حتى، وإن الراجل جه ما بيبقاش قوي راجل. طب نعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف كده أول حكاية من الحكايات. مساء الخير يا دكتورة أمنية. أنا اسمي نبيل، عندي 33 سنة ومتجوز. أنا عشت أيام وحشة جدا. تخيلي إن مراتي ضربتني لأنها كانت عايزة تحمل، وأنا كنت شايف إننا نأجلها شوية، ومشت كلامها برضو غصب عني، وكانت عاوزة تجيب بنت. أنا كنت رافض لأني شايف إننا محتاجين نرتب أمورنا المادية الأول. المهم ما طولش على حضرتك، ربنا رزقني بولدين. ومرة كنا بنتكلم أنا ومراتي زي أي زوجين، فقلبت بخناقة، اتعصبت عليا، ضربتني بعصاية واتعورت. ولما جبت أهلها لأن تربيتي ما تسمحليش إن أمد إيدي على ست، إخواتها صدموني برد فعلهم. تخيل يا دكتورة، شافوا إن عندها حق. استغربت موقفهم جدا، وحصلت خناقة بينا انتهت بإنهم اعتدوا عليا وقالوا لي لو راجل طلقها واحنا هنحبسك بالقايمة وحقوقها، وطردوني بره شقتي ومنعوني اشوف ولادي. اعمل ايه يا دكتورة؟ هو إيه ده؟ يعني هي اتخانقت معاك علشان عاوزة تخلف؟ هي واضح إنها خلفت، يعني عملت اللي هي كانت عاوزاه. ده بقى بعد ما ضربتك ولا قبل ما تضربك؟ يعني انت بعد ما ضربتك انت وافقت انها تخلف؟ وبعدين يعني ايه تضربك؟ ويعني ايه انت توافق انك تتضرب؟ في حاجة غلط. هو مين اللي بيصرف على البيت؟ مين راجل البيت؟ وانتي كمان تعالي هنا، يعني ايه تضربي جوزك؟ هو ايه الافتراء ده؟ ازاي بتضربوا جوازكوا؟ وبعدين واضح ان يعني العيلة كلها كده، العيلة كلها بتضرب، لان اهلها كمان راحوا مضربينك. فانا مش عارفة الضرب ده يعني سكته ايه، بس انا متأكدة منه انك خلاص ما تطلقهاش علشان ما يحصلكش مشاكل. بس خد موقف، شوف مين كبير في اهلها، شوف مين كبير في اهلك، لكن ما تسكتش كده انك قاعد تتضرب. ايه الكلام ده؟ معانا رسالة صوتية. مساء الخير يا دكتورة. أنا اسمي صفوت، عندي 30 سنة. من 6 شهور تقريبا خطبت بنت، هي رياضية وبتلعب كمال أجسام، وإنسانة كويسة وهادية، بس ده في الأحوال العادية. في الخناقات لأ خالص. حصل موقف بيني وبينها واتطور الموضوع وشتمتني، فأنا طبعا اتنرفزت وقلت لها بما معناه يعني انتي أمك معرفتش تربيكي. فوجئت برد فعلها يعني قوي جدا، وقالت لي لو ما احترمتش نفسك همد ايدي عليك. طبعا انا استغربت وكنت فاكرها بتهزر، قلت لها طب وريني كده. فالموضوع اتطور وابتدت تضرب فيا بغباء، كأني حد متحرش او حرامي اتعرض لها. طبعا الناس كانت بتتفرج، بس الغريبة بقى ان هما كانوا بيشجعوها. بعد الموضوع ده بمدة ولاد الحلال من اصحابنا حاولوا يهدوا الموقف، وعملنا قعدة صلح وخلوني اعتذر لها عشان نكمل مع بعض. بس هي الحقيقة ما اعتذرتش، وكأن مفيش اي غلط عندها. في النهاية احنا اتصالحنا، بس انا مش قادر انسى اللي حصل. سؤالي لحضرتك بقى، اكمل معاها ولا كفاية عليها كده؟ يعني انت عارف ان البنت بتلعب بودي بيلدينج، كمال اجسام،
يعني طول بعرض بارتفاع بكل حاجة، وشايفها ما شاء الله يعني قدامك كده مالية مركزها، تروح تشتم مامتها؟ ده لو كانت البنت ضعيفة وما فيهاش حيل وشتمت مامتها كانت هتقوم عليك برضو. اديك اتمرمطت، اديك اتضربت في الشارع واتمرمطت، وفرجت عليك الناس كلها، قالت لك اسكت لا اضربك، انت سمعتش الكلام ليه؟ وكمان انت عاوز تصالحها؟ في ايه؟ وحشك الضرب ولا حبيته ولا ايه؟ يعني انت ناوي بقى ترجع وكل ما انت تزعلها تروح واخداك حباك العلقه التمام وانت تمام؟ يعني واحده بتضرب وانت اتضربت وما قدرتش عليها واتمرمطت في الشوارع، انت عاوز ايه؟ هو انتوا ما بقيتوش رجاله تتكسفوا لو اتضربتوا؟ يعني هو طبيعي ان احنا نضربكم؟ هو لو طبيعي بس بلغوا الناس كلها، لان في ناس مش عارفه. فلو ده بقى الطبيعي يا ريت تعلنوا عنه. اقول ايه بس؟ اللي ترجع لها قال. في رساله مكتوبه بتقول: انا اتخانقت مع مراتي خناقه في بيتنا، صوتي عالي عليها، بعتت جابت اهلها يضربوني، ومن غير ما يعرفوا المشكله خدوني قدام الباب البيت وقدام ولادي وادوني العلقه. مراتي كانت واقفه تقول لهم أدبوه، ايوه كده عشان يتربى. واحد من اخواتها نادلها وقال لها: هو مد ايده عليكي وهو بيتخانق؟ قالت له: لا. قال لها: طيب قلتوشيه قلم عشان يفتكره طول عمره ويعرف هو متجوز مين ومين اهلها. وفضلت فتره مكسور قدام نفسي وولادي، بس اهلها قوي قوي، حسبت 100 حسبه عشان ما اتحرمش من ولادي، وانا عايش دلوقتي في البيت متغاظ ومتضايق. ساعات بفكر اذيها وساعات بفكر اموتها، مش عارف اعمل ايه. تموت مين بس؟ بلاش استعراض قوه يعني. تموت مين؟ حضرتك دلوقتي اهلها ضربوك وهي ضربتك وما شفتش اي موقف من اي نوع اتعمل. اهلها عندهم نفوذ، هو انت مش بني ادم؟ ما يعني انا هو عادي تتضربوا كده؟ يا جماعه في حاجه غلط. ما ينفعش، انا مش قادره اصدق اني بقول كده، ما ينفعش راجل يوافق ان مراته تضربه. انا حاسه اني بقول معلومه. العادي كنا بنقول اوعي جوزك يمد ايده عليكي، دلوقتي انا مضطره اقول للستات عيب بقى لمي ايديكي، هو مش كل شويه كده ايدك طايشه كده تضربيه في الرايحه والجايه. طول ما بيسمع الكلام كويس ما تزعليهوش. بقى بالذمه ده كلام؟ انا اعتقد ان اللي بيقبل الضرب هو محتاج استشاره نفسيه، لان هو ده مش الطبيعي. هو مش الطبيعي اصلا ان حد بيقبل الضرب، بس كمان راجل وزوج وبيقبل الضرب بهذا المستوى. اعتقد ان في مشكله نفسيه، فياريت تستشير حد على الاقل تعرف تعمل ايه.